حجاب ابو حماله بقلم الاستاذ محمد موافي في مصريون بيقول: بالادب نرد على قليل الادب والمقال الكبار فقط، وسمحوني فلولا الصوم لكان لقلمي سن كالخازوق ولن أذكر اسمه حتى لا أشبع عدودة شهوة الشهرة الساكنة قفاه ولا وجود للحجاب في الإسلام. ده الكلام ده طبعا صدمت امبارح بالليل لما رحت إن قالوا الرويبضة التافه المتعدي على ثوابت الدين، واللي يتمنى أن الأزهر يطلب محاكمته. أتمنى أن شيخ الأزهر، يا شيخ الأزهر، في مواطن مصري موجود عند حضرتك بيقول الحجاب ده ملوش أساس في الدين وإن الحجاب معناه دورات المية، وقعد هرتل على الفضائيات للصبح امبارح مايتيكيه ومحدش دافع حاجه، فيا ريت تردوا عليه. بيقول: لكن اؤكد لهيافه صداغه سخافه رزاله بواخت حملته ان ربما هناك وجود للحمالات والحوامل في الاسلام، وكل جهل يمكن علاجه الا جهل ذوق اللغه، وابو حماله مع كل تجرؤه على اللغه هو جاهل. وقبل ان يتهمني احد وصبيانه وغلمانه بالغرور فاقول والله المستعان والموفق انني العبد الفقير لو عطست لجاءت العطسه بالنحو والصرف. يا ابن التي لا تفخر بولدها، ده كلام الاستاذ محمد موافي لابو حمالات. بلاها العي إنما شفاء العي، بلاها العي لأنك لن تعرفها، إنما شفاء الجهل السؤال، وإنما الجهل باللغة هو جهل بكل ما له علاقة بالدين. بل أزيدك من كلام جدك طه حسين: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب بل ناقصي الرجولة. طبعا الكلام ده برضه موجه لابراهيم عيسى. قال الجهول: كلمة الحجاب لم تذكر في القرآن، ثم عاد وسحب نفسا عميقا من مخدرات جنوب الشيعة وقال أزكى إخوته إن المقصود بالحجاب هو دورة المية، وكأنه يريد أن الله، يعني والله العظيم همي دك. احنا ميت لنا ناس والبلد فيها ايه، والهيفين التافهين دول اللي ربنا ينتقم منهم شاغلين الناس بايه. يعني كنا بنتكلم من ايام في النقاب ويقولوا لا عاده لا عباده لا ملوش حاجه، ده بيهوديه زي الست امنه نصير، ده داخل لنا ضارب له حجرين وطالع على الهواء يقول لك ما فيش حاجه اسمها حاجه في الاسلام والاسلام مش عارف ايه. معانا الدكتور محمد علي يوسف عشان اقفل. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور محمد عشان وقتي ضيق سامحني، في موضوع سينا خدنا، بترد على هذا التافه اللي بيقول ان ما فيش حجاب في الاسلام وكلمه الحجاب ما وردتش في القران بايه؟ الو يا شيخ خالد، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور محمد، اتفضل يا فندم. قبل كل شيء طبعا اسال الله عز وجل ان يتقبل الشهداء فيما نحسبهم اليوم، واسال الله عز وجل ان يرحمهم ويصبر اهلهم. بالنسبه لموضوع ابراهيم عيسى، يعني الحقيقه انا النهارده كتبت مقال في الرد عليه. هو بصراحه يعني الكذب صار يعني ذاكما للأسف. طب انا اسف يا دكتور محمد هقطعك ثانيه بس، بنصحح معلومه ان التويتر اللي انا قلته من شويه من مايكل نبيل مش مايكل منير. مايكل نبيل اللي هو طلع في التلفزيون العاشر الاسرائيلي وكان محكوم عليه بالسجن 2 وافرجوا عنه، مش عارف القضيه راحت لفين. اتفضل يا دكتور محمد. بقول لحضرتك هو موضوع اللي قاله الاستاذ ابراهيم عيسى في موضوع انكاره للحجاب او انكاره لللفظ نفسه. نعم. طبعا هو في حد ذاته يعني ده لا يرد عليه، لان الاصل ان مش كل لفظ، العلماء دايما علمونا ان لا مشاحه في الاصطلاح، فهو الان ينكر اصطلاحا وليس ينكر لفظا. يعني في ناس دلوقتي تقول لك ان هو بينكر اللفظ واللفظ ما جاش في القران، هو اللفظ جه في القران وهنقول ده، لكن الحقيقه ان هو الموضوع اكبر من ان هو يقال بهذه الطريقه. لان لو حضرتك شفت الفيديو معروض بمؤثرات والحجاب ليس من الدين او ليس موجودا في الدين، واخد بال حضرتك؟ النقطه الثانيه الاخطر من ان هو بيقول ان الحجاب ليس موجود في الدين، انه بيزعم كذبا وزورا، وانا يعني مش طبيعتي ان انا اتكلم بهذه الطريقه، بس بصراحه خليها من طبيعتي انا، هو كذاب يا فندم. اتفضل. يعني هو تخطى بصراحه اي يعني خطوط حمراء ممكن الواحد يتحكم في نفسه امامها، لما يقول ان الحجاب لم يعرف في كتب الاقدمين ولم يعرف في عهد الصحابه ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاقي قدامنا روايات تمتلئ بها كتب السنه من صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدة عائشه رضي الله تعالى عنها وعن سيدنا انس بن مالك، بيقولوا كده نصا آية الحجاب. السيدة عائشه تقول نزلت علينا آية الحجاب، سيدنا عمر نزلت آية الحجاب، سيدنا انس بن مالك آية الحجاب، والاستاذ يجي النهارده يقول ما فيش الكلمه دي ما كانوش يعرفوها، فهذا كذب صريح. النقطه الثانيه ان حتى لو افترضنا ان هي ما كانتش جت وهي جت وعرفت وقالوها وتعلموها، مفروض ان انا اقول ايه؟ يعني هو مطلوب مني النهارده مثلا لما ربنا يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، المفروض اقول على المراه المحجبه المراه الضاربه مثلا، ولا المفروض اقول المراه المخموره عشان خاطر الاستاذ يتبسط، ولا المفروض اقول ايه؟ ما هو ده الاصطلاح اللي الناس اصطلحت عليه، المراه المحجبه. هو مش معنى ان انا دلوقتي اصطلحت اصطلاح ولم يذكر في القران وهو ذكر زي ما بقول لحضرتك، ان انا افترض ان انا الناس اللي قاعده قدامي جهله ومش عارفين انا بتكلم عن ايه، واتكلم بهذا المنطق الاعوج، ويقول كمان ايه يا حضرتك؟ يقول ان دي ما جاتش في اركان الاسلام الخمسه، اركان خمسه انتوا هتخلوها 6. طب هو بر الوالدين جه في الاركان 5 يا شيخ
خالد. طب هو شرب الخمر والنهي عنه جه في الاركان الخمسه. الجهاد في سبيل الله يا فندم. والنقطة الأخطر من كده النهارده لما يجي كل ما اتكلم حد النهارده يقول لك أصل مش في الأركان الخمسة. يا أستاذي الفاضل، الأركان الخمسة هي ما بني عليه الإسلام، هل يقوم بناء على أساسات فقط؟ هل يقي من مطر أو يقي من حر أو يقي من أي شيء؟ لو قام على أساساته فقط. المشكلة يا أستاذي الفاضل إن الأخ إبراهيم عيسى بيتعامل من منطلق إن هو بيلقي الشبهة، وتأتي المؤثرات والمونتاج والهيصة والبمبليطة اللي عاملها وفي الآخر يقول لك دورة المياه، والمفروض إن إحنا ما نرجعش وراه. أنا أقول إن هذا الذي يحدث يحتاج إلى مناظرة، ومش مناظرة مني ولا من حد يعني من الكتاب أو من الدعاء، لا، المفروض مناظرة من شيخ. ده جاهل يا فندم، ده جاهل. مناظرة إيه بس؟ أنا بشرح حاجة. بس هذا الجاهل أو هذا الذي يكذب يسمعه ملايين الناس، ولا بد من وقف لهذا الكلام. مش هنقول إن نحجر على رأي، لكن تعالى اتكلم وتعالى اكذب كذبك ده أمام من يعلم وأمام من يعرف كتب السنة ومن يعرف الشرع. نعم. وارجو على هذا أمام، لكن مش تتشطر وأنت في قناتك بالمؤثرات بالدعايه الضخمه اللي معموله وتقوم قايل ما تشاء في الدين. لا، ديننا خط احمر، ولا ينبغي ابدا ان نفرط في هذه الثوابت التي ثبتت في سوره الاحزاب وفي سوره النور. احنا لسه هنثبت الحجاب يا شيخ خالد، معلومه من الدين بالضروره، مضطرين النهارده ان احنا نتكلم عنه ونثبته. انا اسف ان انا يعني معلش حقك تنفعل. جزاك الله خيرا دكتور محمد علي يوسف. الحقيقه مجموعه الحشاشين اللي ابتلينا بيهم يعني بيطلعوا علينا يقولوا الكلام الغريب. انا معايا دقيقه. الدكتور الاستاذ محمد موافي يقول هذا الذي تعرف الفضائيات سوءته اراد ان يشتهر بعد ان وجد عشرات السخافات التي يكتبها ويشتم فيها الرئيس، بعد ان كان يشتم المجلس العسكري وجدها كلها لم تنجح في رفع رصيد شهرته، فلما حصرته الحاجه قال احم دستور الحجاب هو دوره الميه. وكل الكلام يمكن ان يفهمه في تلميذ في اعدادي ازهري، ولن اناقش السخافه، بل اذكركم ان ابا حماله شيعي، ولو نطقت أجهزة الأمن لأظهرت لنا تحويلات من طهران ومن جنوب لبنان. ألم يكتب عبد بشار أبو حمالة في ذروة مجازر المجرم بشار إن دمشق هي بلد الممانعة؟ فقلت من أنبأك أن أباك ذيب يا مرزا أبو حمالات. نعم الحجاب فرض على النساء، لكن اطمن، الرئيس مرسي مش هيجبر حد على ارتدائه. اطمئن، لن تلبس شيئا رغما عنك إلا ما تحب وتشتاق يا أفاق. ده كان مقال. وأخيرا الاستفتاء.